السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أحمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض العيش الأبيض أو العيش الشامي. سهل خالص وهنعمله في البيت بمنتهى النضافة، وعيش كده تفرحي ولادك بيه. بصراحة طعمه تحفة، أحسن من أي عيش بره وأنضف من أي عيش بره. هنعمله في البيت بمنتهى السهولة، وإن شاء الله بإذن الله يعجبكم. لأول مرة تشوفونا سبسكرايب لقناتنا ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا مع بعض على الطريقة. انا كان عندي لبن قاطع بشيله في الفريزر، اي لبن قاطع عندي او لبن رايب بشيله في الفريزر، ولما بكون عايزاه في المعجنات بطلعه يفك بالشكل ده. وبعدين الخميره طبعا خمرتها معاكم كتير، ربع كوبايه ميه دافيه عليها معلقه كبيره خميره معلقه كبيره سكر، وسبتهم لما اختمروا وحطيتهم على العجينه، وحطيت معلقه خل ومعلقه زيت كبيره ومعلقتين زيت. خلاص، وكله على الميه او اللبن اللي عندي الرايب او اللبن اللي هو الحليب اللي انت عايزاه، بس هو افضل نتيجه هتشوفيها في اللبن القاطع عندك او اللبن الرايب. هيكون جميل جدا. وهحط دقيق لحد ما العجينه تلم معايا حسب الكميه اللي عندك. خلاص. انا طلعت الكميه اللي عندي في الفريزر اللي هي اللبن الرايب او القطع، وطلعته فضيته لحد ما فك معايا، وحطيت له دقيق لحد ما لميت العجينه بالشكل ده. خلاص، وعجنتها كويس، وبعدين هسيبها تختمر. واختمرت معايا بالشكل الجميل زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله عليها. خلاص، هطلع الهواء منها، وهبتدي بقى ان انا اشكلها رغيفه طبعا حسب الحجم اللي انت عايزاه. خلاص، انا عامله احجام كبيره، وهبتدي بقى ان انا افرده. طبعا ما بيكونش رقيق جدا، بيكون يعني بسمك اللي هو العيش يعني مرتاح اقل من نص سنتي. ما بيكونش رقيق قوي ولا تخين جامد. خلاص، وبكون مجهزة عندي صينية عليها مثلا قماشة او فوطة نظيفة، وببتدي ان انا احط عليها العيش علشان خاطر يرتاح، او اسيبه كمان شوية يختمر، وهكذا واحد تاني. عجينة طبعا لينة وجميلة جدا، مش ناشفة ومش طرية قوي، مظبوطة. انا فضلت احط عليها دقيق لحد ما وصلت للقوام اللي انا عايزاه او العجينة اللي انا عايزاها. خلاص، ملهوش مقدار، لان انتي حسب كمية العيش اللي انتي عايزة تعمليها. ان شاء الله يا رب تعملي كوبايتين، انتي حرة. بس زي ما قلتلك، اللبن اللي هو القاطع عندي او اللبن اللي بيروب عندي ده انا ما برموهوش، بحطه في الفريزر في اكياس. ولما بكون عايزه اعجن اعمل عيش او اعمل معجنات عامه بصفه عامه، حتى لو بيتزا او اي حاجه، بيديني نتيجه بصراحه جميله جدا، احسن من الميه كتير. طبعا بره ولا بيعمل بلبن ولا الكلام ده، بيعملوا بميه عاديه. خلاص، وبيبقى عيش، بس ده حاجه بتعملها لولادك وجوزك، فلازم تعملي حاجه حلوه، هيديك نتيجه ما شاء الله يعني. وبعدين هخلص الكميه بتاعتي كلها، واكون فرداها كده على قماشه، واغطيها واسيبها ترتاح مثلا ساعه نص ساعه. خلاص، لو في الشتاء زي اليومين دول هسيبها مثلا ساعه او اكتر. لو في الصيف مفيش يعني حاجه صغيره كده، اخلص الكميه كلها، وبعدين ابتدي بقى من اول حبه انا حطاها بالشكل ده. واخبزهم بقى على طول، بقى تخبزيهم في طاسه على النار، تخبزيه على الشبكه في صينيه، تخبزيه في فرن غاز زي كده، حسب المتاح عندك. في كل الحالات ما شاء الله يعني هيديكي نفس النتيجة. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله العيش الله اكبر عليه، جميل جدا. وفي ناس بتحب تمسح وشه كده بزيت او سمنة بمنديل، بس هو مش محتاج ما شاء الله. افتح لكم رغيف عامل ازاي، لسه سخن ان شاء الله. شوفين عامل ازاي فتح وجميل وخفيف جدا. وطبعا علشان خاطر يعني تعملي كميه براحتك، هتحطيه في اكياس هو دافي كده، وهنحطه في اكياس في الفريزر. وقبل الاكل طلعيه كده دقيقتين 3، هتلاقيه فك معاكي، او تشمميه النار كده هتلاقيه راجع كانه طالع من الفرن بالظبط. دي طريقه حفظه السليمه للعيش عامه يعني. وهو دافي هعبيه في اكياس، وهحطه في الفريزر واطلعه حسب طلبي برغيف 2 3 حسب طلبي، واسيبه كام دقيقه كده هتلاقيه ما شاء الله عليه. وهتشمميه النار او تسيبيه يفك كده، وهتاكليه احلى عيش كانك لسه مطلعاه من الفرن حالا. وكفايه ان هو عمايل ايدك، وبالف هنا وبالف شفاء. انتظرونا في حلقه جديده ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.